يلا مكرونة وايت صوص لجوع نص الليل في 10 دقايق ومش هتاخد منك وقت وبدون أي مكونات معقدة. في حلة على النار هحط فيها مية وهحط معلقة ملح، وطبعا عايزين المية تغلي. هنزل بكيس مكرونة، أنا استعملت مكرونة الملكة، ممكن تستعملي أي نوع تفضليه. ولحد ما المكرونة تتسلق هنزل، طبعا المكرونة ما تتسلقش قوي، أنا مش عايزاها تكون معجنة، يعني أنا عايزة المكرونة تكون بتقطم بس. بعد كده بقى هنزل في حلة فاضية بمكعب كبير من الزبدة، وهنزل عليهم معلقتين زيت وخمس معالق من الدقيق علشان أعمل الصوص بتاع البشاميل. بعد كده بقى هقلب الدقيق كويس مع الزبدة، أنا عايزة ريحة الدقيق دي تطلع خالص، يعني الدقيق يتحمص. بعد كده بقى هنزل بخمس فصوص من التوم، طبعا التوم هيديلها طعم حلو جدا. بعد كده بقى هنزل بكوباية من مية سلق المكرونة، وطبعا ديت هتديني قوام حلو جدا للصوص. بعد كده هقلب. طبعا أول ما بنزل بالمكونات السائلة ببدأ إن أنا أوطي النار. بعد كده هنزل بكوباية من الحليب، وطبعا هقلب كويس جدا، يعني لازم إن أنا أقلب علشان الصوص ما يكتلش. بعد كده بقى هنزل بباقي المكونات وهي التوابل. حطيت فلفل اسود، وحطيت معلقة من توابل الفراخ، وطبعا ممكن تحطي بابريكا وتوم باودر، بس انا اكتفيت بالمكونين دول بس. طبعا حطيت الملح، والملح بيكون حسب الرغبة. بعد كده بقى بنزل بمعلقة من الجبنة الكريمي، وطبعا لو مش عندك جبنة كريمي ممكن تحطي جبنة رومي، ممكن تحطي موتزاريلا، اي نوع جبنة انت تفضليه. انا حطيت جبنة كريمي وحطيت جبنة موتزاريلا. طبعا الحليب كان كامل الدسم علشان انا ما عنديش كريمة طهي. بعد كده بقى هقلب، عليت النار في الخطوة ديت، وبعد كده هبدأ ان انا اقلب. وحطيت المكرونة اللي أنا سلقتها، طبعا أنا هحط المكرونة وهسيبها لمدة دقيقة على النار مع الصوص تتشرب، بس مش هسيبها أكتر من كده علشان ما تنشفش. هقلب المكرونة مع الصوص كده، لازم يكون الصوص أكتر من المكرونة. بعد كده بقى هنزل بالمكرونة بتاعتي في طبق التقديم. حطيت معاها قطع من الستريبس، ممكن تقدميها بقى مع أي حاجة انت تحبيها، مع بانيه، مع أي نوع انت تحبيه من الفراخ.